اهلا 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 بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بناء على طلب بنوته منكم، طلبت مني ان احنا نعمل فيديو عن منتجات التجميل الغريبه، فعشان كده انا عملت لها النهارده الفيديو ده. فشكرا جدا على تعليقك، وشكرا ان انت اديتيني فكره الفيديو النهارده، لان انا اتبسطت جدا جدا بالحاجات اللي انا جربتها معاكم النهارده، فعايزه اوريها لكم كلها ومش قادره استنى. هوريكم حاجات تخص الشعر، حاجات تخص الرموش، حاجات تخص الحواجب، حاجات تخص البشرة، حاجات كتيرة قوي. فيلا من غير كلام كتير نبتدي. بس قبل ما نبتدي اعملوا لي لايك. عملتوا؟ اوكي يلا نبتدي. هنجرب دلوقتي دي عبارة عن سبونج كده، بتكون زي ما انتم شايفين ناشفة. المفروض انها بتتحط في المية، بتطرى وبتعمل تقشير للوش بشكل ان هو يعني ينور الوش كده. فدي هنستخدمها النهارده ونجرب كده ونشوفها مع بعض. انا سمعت عنها ريفيوهات كتير، وقلت ناس كتير قوي، شفت ناس كتير قوي بتتكلم عنها كويس، واشتريتها من هنا من الدي ام اعتقد، او روز، من حاجه زي كده. والمفروض ان هي بتعمل كده، بتشيل الجلد الميت بشكل حلو للوش وبشكل طبيعي، لان هي لما بتطرى بتكون ناعمه. فهنجرب كده مع بعض ونشوف هتشتغل ولا لا. انا معايا هنا كده ميه، هنحطها فيها ونشوفها لحد ما تبقى طريه. حاسه ان انا بعمل كمادات طريقة. نعصرها بقى كويس، ومش مكتوب بقى اذا كان احنا المفروض بنحطها على الوش هو مبلول ولا هو ناشف. مش عارفه، اجرب هو ناشف، ولو كده اروح ابل وشي. ونشوف بقى لو في فرق. تيجوا نعمل نص الوش ونص التاني، نخليه عشان نشوف لو في فرق ما بين النص ده والنص ده. انا لسه غاسله وشي عموما، فانا متاكده من نظافته يعني. هي ناعمه قوي يعني، بصوا طريه جدا وناعمه، ما فيهاش اي خشونه خالص على الوش. يعني انا متاكده ان هي مش بتاذي البشره، لان هي ما فيهاش خشونه خالص. بس انا مش حاسه انها بتعمل حاجه، فانا هروح ابل وشي وارجع اعمل تاني. انا كده بليت وشي. ف ده نص الوش اللي انا عملته طبعا زي ما انتم شايفين، وده ان انا ما اتعملش. شايفين فرق؟ حاسه ان هي شويه يعني الوش نور شويه شويه، حاجه كده بسيطه، بس شكلها ناعمه جدا على الوش يعني. بس انا بشرتي بقت بصراحه الناحيه دي انعم من الناحيه دي بكتير. انا هعمل النص التاني. طريه قوي يا جماعه، طريه قوي يعني. انا حاسه ان انا بعمل مثلا، عارفين المارشميلو؟ تحسوا ان انتوا ماسكين مارشميلو بتعملوا بيه وشكم. معرفش يعني، مفيش اي جلد ميت عليها خالص ولا في اي حاجه عليها، بس انا وشي ناعم وحاسه ان هو شويه نور. بصوا دي بشرتي بعدها، انا حاساها مختلفه قوي عن اول فيديو. بس قمت حطيت بلاشر شويه كده عشان يعني يبقى شكلي مقبول، لان انا مش حاطه اي ميك اب خالص. بس هي نورت الوش بصراحه. انا حاسه ان انا كاني يعني عامله وشي سكراب، فهي بتعمل سكراب. اللي بعد كده هنجرب مع بعض اللزقات دي بتاعه الحواجب. دي مش لزقات للحواجب، هي واكس للحواجب. اوكي، من ماركة بالية. المفروض ان هي لو انت عايزه تعملي حواجب بتحطي الواكس هنا كده وهنا وبتشيليها، فبتعملي واكس للحواجب يعني. بس ان هي معموله على الشكل بتاع الحاجب بالظبط. فهجربها معاكم. هي فيها كتير قوي، كل واحده من دول فيها 1 2 3 4، كل واحده بتعمل تقريبا مرتين يعني، حاجبين وحاجبين. ف كميتها كويسه وسعرها كويس. هنشوف كده بتتعمل ازاي. بصوا هي متحدد فيها رسمة الحاجب، انا مش عارفة اذا كانت باينه لكم ولا لا، بس انا هشيلها عشان تشوفوها. بصوا هي متقسمة كده، الحتة دي بتتشال لوحدها والحتة دي بتتشال لوحدها، كل حتة في الحاجب بتتشال لوحدها. خلينا نشوف كده الحتة اللي فوق. وبصوا فهمتوا قصدي؟ المفروض دي تبقى فوق الحاجب. انا بعملش حواجبي واكس خالص ولا بالفتلة، بس هجرب بقى معاكم النهارده، لانه حواجبي حالتها مزرية زي ما انتم شايفين. يا رب مش هيش حواجبي الاصليه. انا ببص في الموبايل وده تخلف يعني.
اوكي هنحط بقى تحت الحاجب، فهشيل الحته اللي تحت. معرفش دي الطويله دي بتاعت ايه، ممكن تبقى زياده بقى ملهاش لازمه. طب وبتاعت الحاجب نفسها انا مثلا هل هشيل الحاجب نفسه ولا ايه؟ دي مثلا يعني دي هشيل بيها ايه؟ احطها تحت الحاجب ولا احط دي؟ هي بصراحه ما يعني مش باين نعمل ايه بالظبط. يا لهوي رموش. شكلي عجيب غريب مريب. انا اللي انا اعرفه ان الواكس والحاجات دي المفروض ان احنا بنسخن عليها عشان تشيل، بس هنا مفيش اي انستراكشن ولا اي حاجه في الورقه. لا في والله يا جماعه، في الحقيقه. ايوه بيقولك تاخدي الحته اللي احنا حطيناها، احنا عملنا صح حوالين الحاجب، وبعد كده بتثبتيها كويس وبعدين بتشيليها. مفيش بقى ان احنا نسيبها كتير او نسيبها قليل او اي حاجه. خلونا نشيل. بسم الله. اوه وها شلت. نشوف بقى اللي تحت دي اهم حاجه انا عندي. اوه يا بنت الكلب يا ابيض، بصوا الفرق ما بين ده نتفت. مش عايزه اقرفكم بس هي فيها اهو. بصوا الحته اللي كانت عندي كلها شعر، هي طلعت شعر زياده وكله في تكه واحده. دي بقى اللي بعد كده، وهي اللزقات دي بتاعت شد العيون. يا كان من زمان نفسي اجربها، هي عندي من زمان قوي 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 ونفسي اجربها بصراحه، وما كانش بيجي فرصه ولا مزاج ولا وقت، فحبيت النهارده ان انا اجربها معاكم في المنتجات التجميليه الغريبه، لان هي بالنسبه لي حاجه غريبه. ونشوف مع بعض كده البتاعه دي بقى كانت تستاهل الضجه اللي كانت زمان معموله عليها ولا اي كلام. دي الانستراكشنز، بيقولك ان احنا بنقسم الشعر كده اوكي، وبنربط الخيط في اللزقه، وبنبتدي بقى ان احنا نلزق ونشد ونربط البتاع من ورا. بيجي معاها قطعتين اسود وقطعه من دي واللزقات. تيجي من هنا شفافه ومن هنا فيها الحته المفروض اللي بتلزق، فاحنا المفروض ان احنا بندخلها في الحته الشفافه دي. الجزء الاسود ده بيخش في الحته الشفافه دي زي كده. ودي التانية. اول واحده بنشيلها من غير ما نلمسها خالص، هنيجي نحطها هنا وما نشدش ولا نلمس ولا نعمل اي حاجه كده اوكي. والناحيه التانية بالظبط برضو هنعمل نفس الحكايه اهي، من غير ما نلمسها خالص وقدامها بالظبط. وانا طبعا مش حاطه اي حاجه على وشي، حتى المرطب انا مش حاطه اوكي. والمفروض نقسم الشعر بقى ونحطها ونشبكهم في بعض من ورا. ماشي انا هحاول انزل لكم شويه شعر. هي بصراحه يعني مش باينه، ولو شعري نازل بقى ومفروض هي مش هتبان خالص. تقدروا برضو تعملوها هنا هتبقى حلوه، ممكن تجيبوا 2 بس يعني هي مش للاستخدام اليومي، هي حاجه تتعمل كده لو انت مثلا بتعملي ميك اب بقى عايزه تسحبي بيه العين وتصوري او حاجه، بس انا عايزه اتاكد من ثباتها. هي ثابته بصراحه، بس لو شلتيها وحطيتيها تاني هو كاتب ان انت لو شلتيها وحطيتيها خلاص بتقع، لو لمستيها من جوه يعني من ناحيه اللزق بايدك برضو بتقع. فمش عارفه بقى دي ينفع يتحط عليها ميك اب ولا مش هينفع، بس يعني هي عملت الوظيفه بتاعتها ومشدوده وحلوه ويعني انا غريب ان انا هديها 5/5، انا كنت متوقعه اديها 0/5، بس هي عامله وظيفتها وشكلها شفاف. انتوا شايفين حاجه؟ انا مش شايفه حاجه، انا مش شايفه غير الحته اللي هي على الشعر اوريدي، لكن الحته اللي هنا دي انا مش شايفاها خالص. المنتج اللي بعد كده هو خاص بالشعر، عشان كده انا جيت
شعري مش معمول، انا شلت اللزق بالمناسبه، وهو يعني شعري مش معمول ومبلول. فاحنا عايزين هنجرب النهارده مش منتج واحد للشعر، منتجين، وهنجربهم مع بعض في نفس اللقطه علشان نشوف كده مفعولهم عامل ازاي. اول منتج هو البتاعه الغريبه العجيبه دي اللي احنا شفناها في كل حته والناس كلها جربتها، بس انا لسه، فهنجربها النهارده. المنتج التاني هو البونيه ده بونيه كده فيه خرطوم كبير قوي، وبيتحط هنا السشوار عشان ينشف الشعر، او ممكن لو انت عامله حمام زيت او حمام اي حاجه انت محتاجه عليها سخونه مثلا، فتحطيها على شعرك وينشفه على طول. ده انا جربته قبل كده وحلو جدا، فانا النهارده هجربه لكم في الفيديو بس بطريقه مختلفه، ان انا هعمل دي على شعري. المفروض دي بتتحط كده وبنلف عليها الشعر وبنسيبها وبننام، ونصحى الصبح نلاقي الشعر ناشف وملفوف وشكله حلو. فانا هجربها النهارده مع البتاع ده ونشوفه هل هو مع بعض هيشتغل ولا لا. يعني دي تلف الشعر ودي تسخن عليه، فما نضطرش نستنى لتاني يوم. فاهمين قصدي؟ يلا بينا نجرب. بقى ان احنا نحط دي كده وننام بيها او نقعد بيها مثلا اليوم كله، بعدين نفكها عشان نشوف الكيرلي. فانا النهارده هستخدم دي اللي هي بتدي الحراره الزياده عشان نجربها ونشوف كده هي هتسرع الموضوع ولا لا. بس اول وبنجيب بقى الطرف ده وبنحط فيه الاستشوار. هفضل كده لحد ما احس ان شعري نفسه سخن، لان انا حاسه ان هو مبلول من هنا وطبعا من هنا برضو مبلول، فهفضل كده لحد ما احس انه سخن. اوكي، انا بقالي دلوقتي كده بتاع 4 دقايق بس، يعني انا حاسه دماغي سخنت قوي، مش عارفه المفروض استنى ولا ايه، بس انا كفايه عليا قوي كده بصراحه. بس يا جماعه انا دماغي سخنت، لفت دماغي، لفت، بقيت ماشيه يا حبيبي بتلفت. اوه، انا بشوف الناس طالعه شعرها بالبتاعه دي يعني كانها طالعه من الكوافير. طبعا متاكده انها مش تبقى كده. ما هذا ولا كأننا عملنا حاجة. يعني هو في سنة تمويجة تحت كده بس، يعني بقيت الشعر هو زي ما هو بالظبط. يعني انا ده شعري طبيعته اساسا، ف 0/10. المنتج اللي بعد كده هو الباودر دي للشعر. الباودر دي المفروض ان هي بتتحط في الاماكن اللي عندها هنا فراغات، او اي حد عنده فراغات في اي مكان في شعره فبيحطها فتملى المكان وكده وتبقى يسحب زمان. المهم انه دي لونها اسود، فهنجربها دلوقتي في الفرق اللي في نص شعري ده ونشوف كده هتقل المظهر ولا لا. بيبقى شكلها، انتم مش شايفين حاجه عشان هي سودا، بس هي فيها خروم كتير قوي قوي. هحاول اقربها لكم اهي. اوكي، اوريدي بقى مني شويه على الارض، ف هنجرب. المفروض ان احنا بس نداري كده ونبتدي نرش فلفل اسود كتير على الشعر لحد ما نعطس. هو الفرق راح فين يا جماعه؟ يا جماعه انا مش شايفه الفرق، والله ما شايفاه. اوه، تيجي نجرب حته تانية. انا عجبني الموضوع. ماشي، الفرق ده اهو واضح اهو. فلفل اسود، الفرق اختفى. البودر دي من زمان بس اول مره اجربها صراحه، تحفه. اسمها هير بيلدينج فايبرز، ودي الماركه دي اسمها داكسي.
زي ما انتم شايفين يعني خفت الفرق اللي في شعري، كأن شعري اصلا ما فيهوش اي فراغ خالص، يعني هو مفيش حد كده اصلا. انا نكشت شعري بما فيه الكفايه، بس البتاعه دي 5/5. اللي بعد كده هنجرب الماسكارا الارفع في العالم، الماسكارا اللي هي رفيعه خالص خالص، ودي من ترند اب، وهوريكم دلوقتي الفرشه بتاعتها هتتصدموا من شكلها. ما اعتقدش ان انتوا تكونوا شفتوا فرشه زي دي قبل كده. رفيعه جدا جدا جدا. المفروض ان هي بتجيب ادق الشعيرات اللي موجوده في الحاجب، فبتديكوا كثافه حلوه، وكمان بتديكوا طول الرموش اللي تحت. فهنشوف كده مع بعض. هي بصراحه يعني مستحيل تدي كثافه لرموشي خالص. تحت خطيره، تحت حلوه قوي 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 قوي. ده الفرق ما بين العين دي والعين دي. الماسكارا دي حلوه قوي 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 لو انت بتحبي شكل رموشك طبيعي جدا، مش عايزه فيه اي ربع كتله. تحسي ان هي ايه يعني رموشي بس لونها اغمق شويه، مفيش اي كثافه خالص. بس على الرموش السفليه خطيره. انا دي دايما هستخدمها الرموش السفليه. اولا هي ما لغوصتش وراها، يعني عارفين ما عملتش لون اسود كده وراها، وما عملتش لون اسود وراها، وكمان مفرقه الرموش اللي تحت كده، مخليه شكلهم حلو قوي. فدي للرموش السفليه تجنن، بس للرموش اللي فوق شكلها طبيعي يعني زياده عن اللزوم. طبعا ما بتعملش اي تكتلات خالص. ف يعني اديها 4/5، لانه فوق مش مفيده، بس هي مفيده للرموش السفليه. هروح اكمل بقى بقيه الميك اب وارجع لكم. ده كان الميك اب. ايه رايكم؟ ظبطت شويه شعري وعملت الميك اب الحلو قوي ده بصراحه، يعني ام اوبسست حلو جدا. فما تنسوش قبل ما تمشوا من الفيديو قولوا لي ايه اكتر منتج النهارده جربناه مع بعض ولفت نظركم وعايزين تجربوه انتوا كمان. وما تنسوش تكتبوا لي تحت في التعليق لو عندكم افكار لاي فيديو تاني شبه الفيديوهات دي، او حتى حاجه تانية اكتبوا لي تحت في الكومنتس. مستنيه تعليقاتكم الحلوه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.